مطلوب منك ما تبقاش واقف عامل شارب ديماركيشن ما بين الفانكشنز وبعضها. انا تخيلي في السنين القادمه ان في دمج للوظائف ومسميات للوظائف هتبدا تظهر، لان ريكويرمنت الاكسترنالي بتحتاج ده. انا اعمل ايه كميديكال راب؟ لازم تطور من نفسك، لازم تبدا تفهم يعني ايه كام وتفهمه، يعني ايه اكسس وتفهمه، يعني ايه ماركتنج وتبدا تفهمه. يا اخي انسى المسميات، اتكلم على جوب ديسكريبشن. انا دايما يعني بقول يعني ابعد عن التايتلز. التايتلز مش هي اللي بتوصفك. ان اسوأ حاجه ممكن تعملها لنفسك انك انت تظل قاعد في مكانك لسه بتقول هم دول بيعملوا انا بعمل، هم انا اعمل وهم يعملوا، لسه عايش في هذا الدور. دلوقتي انا ككي اكاونت مانجر بمانج بورتفوليو بتاع الشركه في المستشفى. بعض الشركات بتبقى شايفه ان هو كده الاكاونتابيلتي بتاعه الديستريكت مانجر او الاثنين ديستريكت مانجر لو هو تو لاينز في الشركه مسؤولين عن المستشفى كده بتقل، فهو مش بيقدر يحاسبه على السيلز بتاعته سواء زادت او قلت في المستشفى، لان المستشفى بقت ثيوريتيكالي تبع الكي اكاونت مانجر، فهو عايز يحاسب شخص واحد فبيلغي الفانكشن بتاعت الكي اكاونت وبيسيب الاوردرات مع الاثنين ديستريكت مانجر دول او الوان ديستريكت مانجر. ده ستوري. طيب الجزء الثاني بتاعت الانيشيتيفز سواء على ليفل مستشفى واحده او على ليفل التامين الصحي، لو احنا بنشتغل في التامين الصحي زي ما حضرتك بتقول احنا بنشوف يعني انيشيتيفز كتير بتظهر وما بيتنفذش منها حاجه. ده نظرا لان دايما الدعوات اللي بتيجي ان احنا عايزين نعمل انيشيتيفز بتلاقي شركه او شركتين بس هم اللي بيتحركوا، اللي عندهم اكسس قوي، اللي بيبليف في الاكسس، وبقيه الشركات عشان شايفه ان الموضوع هو انا لما هزود الاويرنس عن الهايبرتنشن مثلا زي ما حضرتك بتقول، اللي هيستفيد منه الشركات المالتي ناشونال او الليدرز اللي بيبيعوا كتير اكتر عدد يونتس هو اللي هيستفيد. لما العيانين يزيدوا الماركت ليدر هو اللي هيزيد. انا لسه شركه ما ببيعش كتير، فانا مش هخش اصرف فلوس في الانيشيتيف دي عشان مش هيعود عليا بطائر. ودي الفكره الثانيه اللي بتخلي شركات كتير تحجم عن الانيشيتيفز او زي ما احنا بتسمى في السوق الاحتفالات او الاويرنس بالهايبرتنشن او بالديابيتس او بالام اس. يعني الحاجات دي كلها شركات ممكن يبقى عندها برودكتس موجوده، بس هم شايفين ان انا لو صرفت الفلوس دي اصرفها دايركت على كاستمرز اجيب منه ار اكس، بدل ما انا اصرفها في انيشيتيف في العام انا مش هقدر اميجر الامباكت بتاعه على السيلز بتاعتي دايركتلي. فده يعني واقع حاصل في السوق اكيد حضرتك بتشوفه. يعني خلينا نقول يعني نسمع راي حضرتك في دي، وهسالك سؤال تاني في الفانكشنز جوه. متشكر على السؤال ده يا احمد. انا عايز اقول لك يعني دي جيرني. انا من الشخصيات اللي بحب ابص اكسترنال الانفايرمنت وابدا ادابت الموديل انترنالي، لان انا شايف ان ازمه كبيره جدا في الشركات كلها، مش في مجال الدواء او كل معظم الاندستريز، ان الناس دايما بتبقى اوبسيسد اباوت انترنال بروسيس، انترنال باريرز، انترنال تشالنجز. الحاجات دي كلها غلط، لانك انت لو مشيت انترنالي وبدات تشتغل للفوكس بتاعتك هو الكامل اللي هيجيب الاوردر ولا الميديكال راب، هو الميديكال راب هو اللي يعمل ولا السيلز هو اللي يعمل، فانت قاعد بتكمبيت انترنالي، واين ان الاكسترنال فاكتور ممكن يكون انت اساسا مالكش اوردر، لان الكومبيتيشن خدت الكلام ده كله اوريدي. ممكن الناس طورت من نفسها وانت لسه قاعد بتقول الكريدت هيروح لهنا لبتوع السيلز ولا هيروح لبتوع الكام، تمام، وانت لسه عايش في الايه في الحته دي. طيب خليني اقول لك نبدا اكسترنال، نبص من بره. هو الكاستمر بيحب ايه او الكلاينت بيحب ايه؟ الكلاينت بيحب وان فوكال بيرسون اوف كونتاكت، بيحب بني ادم واحد يتكلم معاه. تخيل انت مثلا ماسك صيدليه في مستشفى وليكن اي مستشفى كويس من المستشفيات، وداخل لك علي النهارده بيكلمك على الثلاث ادويه دول، وداخل لك احمد بيكلموا على الاربع ادويه دول، وداخل لك ديستريكت بيكلموا في ادويه ثانيه من نفس الشركه وكلهم من نفس الشركه. او انت مثلا قلت انا اخلي بني ادم واحد بس هو اللي يتعامل مع الصيادله من السيلز بيبل، فهو داخل، فطبعا بقيت زمايله يقول لك الله ده انت مسؤول عن الادويه دي، فاكيد هتاخد للادويه بتاعتك، واكيد انت سايب الادويه بتاعتنا. والصراعات اللي انت بتسمعه لجيرني دي انا شفتها مثلا من لايك مور ذان 15 years.
الدسكشن دي انا شفتها من 15 سنه او اكتر، كويس، ما بين مين اللي ياخد الكريدت. بس ساعتها احنا كنا حاصرين فقط ان الرول بتاع الكام انه يجيب الاوردر، مين اللي هيبعت الايميل. وده طبعا is really destroying the concept of a team and destroying the concept of getting the full potential من المكان اللي انت بتشتغل معاه او داخلي. وبالتالي انا شايف من وجهة نظري البسيطة هنا ان الشركات اللي بتفكر ما انا ممكن ابعت الميديكال راب او الديستريكت انه يجيب اوردر، هي شايفة ان الكام فانكشن از اول اباوت ان انا بجيب اوردر. تمام. وده بالتالي مش صحيح. تمام. ليه مش صحيح؟ لانك انت النهاردة لو انت بتتعامل مع الاكاونت ده على انه عندك 3-4 ادوية انلستد في المكان ده وبتاخد منهم اوردرات، ما انت بكرة الصبح انت بتزود البورتفوليو بتاعك، ازاي هتدخل الادويه دي؟ طب ولو كومبيتيشن النهارده بتكمبيت مع 3-4 شركات، بكره الصبح معاك 70 شركه تانيين بتكمبيت معاهم بشكل او باخر، فانت محتاج تبدا تشتغل. في عندك زي ما انت قلت في عندك كومبيتيشن دخلت وعملت بارتنرشيب وبروجرام، اكيد هتبقى لها مور برايورتي عن ناس تانية مش موجوده في الصوره. تمام. مع الكومبلكسيتي ادي لك مثال واضح وصريح، بورسعيد بالتحديد موجود التامين الصحي الشامل. انت لو مش موجود جوه، لو ما بتشتغلش مع الدكاتره، لو مش عارف الصيدله، لو بتاع، فالبيزنس بتاعك almost is not there. تمام. فبالتالي انت كاونر للشركه او كجي ام للشركه او سي او للشركه، انت لازم تكون بتسينك هاد وبتفكر انك تاخد خطوه، شايف الترند رايح فين، وبتبدا من فروم ايرلي بيجيننج بتبدا تعمل الفانكشن وتانيشيت الفانكشن بتاعت الكام او الاكسس، وتبدا تحدد لها جوب ديسكريبشن مختلفه عن فكره ان انا رايح اجيب اوردر، لانك مش هتعجز ان انت تروح تجيب اوردر. لكن انت لو انت استراتيجيكلي بتفكر ان في 3 ييرز القادمين ناوي تزود البيزنس وناوي تعمل انلستنج كذا وتعمل ريامبرسمنت الادويه بتاعتك كذا وتفتح في الثيرابي اريا ده، وانت عارف في البايب لاين داخل لك في الريسبيراتوري مثلا 5 ادويه جداد هتعمل لهم لونش، فانت لازم من النهارده تبدا تشتغل في الايرا دي وتبدا تبلان للحته دي. كل الكلام ده مش هيتم على ميديكال راب او ديستريكت مانجر عنده تارجت بتاع الشهر ده رايح يجيب للدواء ده علشان يجيب الكونسبت في يجيب ينشئ البارتنرشيب اللي انا بتكلم عليها في الجزء ده. الحاجه الثانيه اللي انت قلتها يا احمد، لو انا عندي شركه صغيره البيزنس بتاعها في المستشفى صغير، كويس، طب ايه اللي يخليني انا اعين كام ولا اعمل القصه دي كلها؟ والله it depends. لو انت شايف ان البيزنس بتاعك هيكبر في الاكاونت ده، شايف انك هتبدا تنلست في اكاونت تانية كتير، شايف انك انت هتبنتريت في النير فيوتشر عندك بورتفوليو داخل بيه، فانت لازم من النهارده تبدا تعمل يبقى عندك الفانكشن دي. في خطر مش خطر، في مشكله بتحصل. ادي لك مثلا مثال بسيط بيتوجب بيه انه يبقى عندك كام. For example, if you are penetrating an account والاكونت ده عملت فيه انليستنج لبرودكت وفرحان جدا ومبسوط جدا والدنيا ماشيه والشركه مبسوطه منك تماما، ورحت بنفس الدواء ده ميديكال راب تاني عمل انليستنج لقطاع تاني خالص او لمستشفى تاني بسعر مختلف في الاكونت التاني ده، وده مع ديستريكت مانجر مختلف وده مع ديستريكت مانجر مختلف. بس هم ما يعرفوش ان التو اكونت دول عندهم سيم ستيك هولدر في نقطه ما، والسعر هنا اللي انت داخل بيه غير السعر اللي هو داخل بيه، فالامباكت بتاع الاكونت ده ممكن يأثر على الاكونت التاني، ممكن يبوظ البيزنس بتاعك كله لو انت ما فيش هارموني ما بين الشغل ما بين الاكونت وبعضها. مشكلتنا الحقيقيه في مصر لما باجي بقارن مصر بالبلاد اللي انا يمكن اشتغلت فيها او اللي اعرف اصحابي كانوا شغالين فيها، احنا بيسمونا الماركت از هايلي فراجمنتد ماركت. يعني ايه هايلي فراجمنتد ماركت؟ يعني امونج 100 عيان موجودين في مصر، 1000 عيان، مليون عيان، بيروحوا فين؟ انت بتلاقي سيكتور كبير جدا بيروح للاوت اوف باكت، العيادات اللي احنا شايفينها في الشارع، بتروح بتزور دكتور، الدكتور بيكتب بريسكريبشن وبينزل. في سيكتور تاني بيروح مستشفيات وزارة الصحة، في سيكتور ثالث بيروح نفقة الدولة، في سيكتور رابع عنده الكارت بتاع التأمين الصحي الخاص بتاعه، وجوه بقى وفي سيكتور بيروح للقطاع اللي تابع ليه، الموظفين بتوع شركات الكهرباء، الموظفين بتوع شركات البترول، الموظفين بتوع مصر للطيران، السكه الحديد، وهكذا. فجوه الكي اكاونت عندك سوبر فراجمنتيشن موجود كمان اكاونت، وكل واحد ليه التندر بتاعه وكل واحد ليه البروسيس بتاعته. كويس. طب انت ازاي هتوحد
الاسعار، ازاي هتشتغل في مانجنج الستيك هولدر اليوم برضو علاقات ببعض، ازاي يبقى عندك استراتيجي للدواء. مش معقول هتقدر تمانج على ليفل الميديكال راب وعلى ليفل الديستريكت، مش بقلل من الرول بتاعهم، بس هو في الاخر حتى اسمها الديستريكت مانجر، منطقه ديستريكت، ما عندوش الفيجن الناشونال كامله الكبيره تبقى عامله ازاي. وجوه نفس القطاع مثلا اللي هو التامين الصحي، انت هتلاقي تامين صحي مدارس وغير التامين الصحي مثلا بتاع الجامعات، وجوه نفس التامين الصحي هتلاقي تامين صحي شامل وتامين صحي عادي، وتريتمنت بروتوكول هنا ممكن يختلف عن التريتمنت بروتوكول هنا. مين اللي هي اوفر سي الحاجات دي كلها؟ كويس، مين اللي هيبدا يفكر في الكلام ده كله؟ ومن هنا لو انت بتكلمني every company should have a CAM or access موجود علشان يبدا ييفالويت ويبدا يعمل الهارموني والاستراتيجي ويبني الاستراتيجي بتاعته، سبيشالي لو كانت الشركات دي البورتفوليو بتاعها داخل في ريمبرسمنت سيجمنت، لو كان عندها طبعا بايوسيميلرز او ادويه مستشفيات او ادويه حتى بتدخل في الريمبرسمنت بشكل او باخر، it should have the strategy. والموضوع ده بدا، هو احنا مش بنتكلم فيه مثلا النهارده، الموضوع ده بدا من 15 سنه، في شركات عندها الكونسبت ده من 10 سنين و15 سنه. فاحنا لو لسه بنفكر النهارده هو نعمله ولا لا، فانا اعتقد ان احنا متاخرين اصلا. يعني الموضوع ده كان لازم يبدا من بدري، مش لازم هنا يبقى عندك اكسبنسز رهيبه وعندك تيم كبير. انت ممكن يكون عندك، يعني انا اعرف شركه كبيره هنا، شركه ناشونال كومباني عندها الاكسس هو بني ادم بس، عامله الاكسس اللي هو بني ادم، فالبني ادم او الاف تي اي الوحيد ده اللي موجود هو بيعمل الاكسس. طبعا ورك لود عليه عنيف جدا، ولكنه شغال القصه دي كلها. في ناس تانية ما عندهاش الاكسس لكن عندها الكام بس كويس، يعني اتليست هم 3 يبقى كويس جدا برضو انه شايف القصه دي عامله ازاي، بدل ما يجي البورتفوليو ليه هو يقف متاخر مش عارف يتعمل ازاي. في ناس بتتاخر بسنين وهي مش عارفه الجيت واي تدخل ازاي وتشتغل ازاي في الحته بتاعه الريامبيرسمنت والحته بتاع الكام مانجمنت. اوكي. طيب دكتور، كده احنا نقدر نقول ان احنا شرحناه من وجهة نظر المانجمنت من فوق، ان هو يبص ازاي للسيكتور ده او للسيكشن ده الاكسس او الكام، عشان دي ناشونال فيو او ناشونال سكوب هو هيتحرك فيه. طب ما خلينا نبص من وجهة نظر السيلز تيم. انا دلوقتي مندوب وشايف الكام او شايف الاكسس، او انا دلوقتي ديستريكت مانجر او سيلز مانجر في منطقة معينة. انا بيبقى دوري التقليدي اللي انا يعني عارفه في الشركات اللي اشتغلت فيها، ان انا الاوردرات لما بتيجي او ان انا لما بيجي لي شيت البيع بلاقي موزع عنده بضاعه وموزع ما عندوش بضاعه، موزع في فروع زي ما بيقولوا كده صفرت ما فيهاش بضاعه وانا بكلمك عشان تودي لي البضاعه، او ان في اوردر جالنا ديستريكت مانجر قال لي مصر الطيران المناقصه بتاعتها والكراسه الشروط نزلت فبكلمك في الحته دي. فده وجهه نظري الضعيفه او المنطقيه او حكم الشغل. انا بكلمك في الوقت ده، سواء بقى انت مسمينك في ديستريبيوشن او مسمينك كي اكونت، فانا بكلمك في الحته دي، او ببعت لك ايميل اقول لك يعني والله احنا عندنا فروع الموزع الفلاني ما عندناش من الصنف ده بضاعه واحنا عندنا اوردر منه، او ان مصر الطيران المناقصه بتاعتها اخبارها ايه، وبستني منك رد تقول لي والله الدواء انليستد في مناقصه مصر الطيران، او ان احنا خرجنا بره عشان السعر مش مناسبنا. يعني الصوره التقليديه القديمه شويه. ازاي السيلز تيم نوصل لهم فكره او اهميه ان يبقى في كي اكونت، ما يبقاش في الكومبيتيشن العنيفه، او ما يبقاش في الريلاكتنس العنيف انه خلاص طالما في كي اكونت انا ماليش دعوه بالمستشفى والفولو اب بتاعها. فازاي نوصل له اهميه الكي اكونت او الاكسس اللي هو لسه شايفه برضو، اللي هو الراجل بتاع الانيشيتيفز والاحتفالات وحاجات وزاره الصحه والتامين الصحي اللي انا مش هستفيد منها حاجه. نشرح للسيلز تيم ازاي اهميه ان انت يكون عندك اكسس ويكون عندك كي اكونت. خلاص الاداره شايفه وعملت الاكسس ده، انت هتشوفه ازاي؟ انا خليني اقلب السؤال يا احمد شويه. بكره الصبح لو طلعنا لكل السيلز تيم او كل الماركتنج او كل مدير الشركه قلنا لهم والله الاكسس دول مهمين او الكام دول مهمين وارجوكم ودول بيعملوا ويسووا، ده مش هيغير من الصوره شيء. تمام. لانك وانت بتتفرج على الكلام انت بتقول طب ايه المشكله ما انا اعمل ما انا اسوي. انا اعتقد ان السؤال وات ذا فاليو ان الكام تيم والاكسس بيقدموها للاورجنايزيشن، بحيث ان الناس تبص تقول واو ده الادد فاليو والحاجه اللي هم بيعملوها اللي ما فيش حد تاني يقدر يعملها. انا اعتقد ده من هنا. ومن هنا
نبدا نقول هو الكام هنا مش هنروح نقول للميديكال راب والله انا الكام يقدر يعمل ويسوي، اقول لك ما انا كمان اقدر اعمل واسوي. تمام. لكن عايز اقول دلوقتي ان برضه ما نبص اكسترنالي، البروسيس بتاعه الانليستنج بقت فيري كومبليكيتد. زمان انت كنت تدخل اكونت في تندر بتطبق بتاخد سعر قليل يلا. دلوقتي لا، دلوقتي بقى في عندك مثلا في هيئه الشراء في عندك HTA اللي هو يونت كامله للاكسس، بتقيم الفايل اللي انت حاطه، بتقيم الهيلث ايكونوميك ستادي. لو انت عندك بايوسيميلر، لو انت شركه ناشونال وعندك بايوسيميلر فهتقدمه لازم يبقى عندك كوست افكتيف داتا، في عندك فايلنج للاكسس بتقدمه عشان اصلا تخش. انت في الاساس عشان تخش، فانت الوظيفه مطلوبه من قبل اصلا ما تعمل انليستنج. يعني ده لو انت بتتكلم في بايوسيميلر. طب لو انت بتتكلم في برودكت مثلا انتي بايوتيك هتنزله، او بتتكلم في انليستنج لحاجه جديده او انديكيشن جديد، فانت محتاج السيلز تيم، محتاج تشتغل كتيم، محتاج سيلز تيم عشان يبقى في ريكومنديشن للبرودكت ده معين، محتاج الميديكال تيم عشان يعمل ادفايزري بورد مع الدكاتره ويشوفوا which type of patient اللي لازم ياخد ده وما ياخدش الادويه دي. محتاج تشتغل في تيم، ما بقتش الفانكشن ما بقاش واحد يقدر يعمل كل، لان البروسيس بقت معقده تمام جدا وبتاخد وقت طويل جدا. فما ينفعش اللي كان زمان بيتم ان انا اروح لمستشفى وادخل الدواء، ده بقت جهات مختلفه. يعني انت النهارده مثلا عشان تعمل ليستنج في تندر مثلا لمستشفى من المستشفيات، انت لازم تقدم الفايل لهيئه الشراء، والديماند ينشأ من جهة تانية اللي هي المستشفى، وبعد كده وريكومنديشن بتيجي من حتة تانية، وممكن يكون ديبارتمنت تاني اللي هو زي الاتش تي اي هو اللي بيعمل لك. فالشغلانة ما بقتش بالبساطة دي لو بنبص على البورتفوليو الكبير. الحاجة التانية اللي عايز اقول لك عليها، ويمكن كنت بفكر فيها قبل البودكاست بتاعنا، كنت قاعد مع زميل ليا بيقول لي انا عندي فيكنسي لثلاث اماكن، لو تقدر تلاقي حد في السوق يشتغل. فقلت له ايه يعني انت عايز ايه؟ قال لي كده بنفس التعبير، قال لي انا عايز حد يكون سيلز واشتغل كام وفاهم الماركتنج والبروجرام والبتاع ده. قلت له انت عايز الخليط ده. بالظبط. كويس. فقال لي الخليط ده فعلا بدأت الشركات توجده، ما بقاش فكرة ميديكال راب تبقى موجودة في بعض الشركات هنا في مصر. انا ما بقول لكمش بره مصر بقى في حاجة اسمها اجايل تيم، في حاجة اسمها ديزيز بارتنر، في حاجة اسمها بزنس مانجر اللي هو بيجمع الفانكشن كلها. واحد عنده الكابابيلتيز بتاعه السيلز والكابابيلتيز بتاعه الكام والكابابيلتيز بتاعه الاكسس او الماركتنج، وبيبقى عنده الميكس ده كله، لان طبيعه البورتفوليو محتاجه ده، محتاجه حد يبدا يشتغل ده. فالوظيفه بتتطور، الوظيفه بتتطور، ما بقتش وظيفه الميديكال راب ده في بعض الشركات، وبقيه الشركات لازالت الوظيفه لسه في فرق ما بين السيلز وما بين الماركتنج وما بين بقيه الفانكشنز الثانيه. فانت طيب انت تسالني طب انا كميديكال راب اعمل ايه بقى؟ قول لي يعني انا مطلوب مني ايه؟ انت مطلوب منك تبقى جاهز. يعني ايه جاهز؟ مطلوب منك ما تبقاش واقف عامل شارب ديماركيشن ما بين الفانكشنز وبعضها. انت لازم انت النهارده عشان تبقى توب كواليفايد سيلز مان او توب كواليفايد بزنس مانجر، انت لازم تجيب اخر شغلانه السيلز، وتاخد كمان تبس اند تراكس عن الماركتنج هو ده ايه وبيعملوا ايه، وتجرب وتاخد كمان معلومات عن الكام بيشتغل ازاي، وايه هي البروجكت الكبيره والبارتنر شيب ده بيعمل ازاي. ويا ريت كمان تبقى عارف يعني ايه ريمبرسمنت، ويعني ايه هيلث كير ايكو سيستم، والفراجمنتيشن عامله ازاي. كل الداتا اللي انت بتقدر تحطها في دماغك وتتعلمها او تبقى بارت من تيمز شغاله عليها، كل ما بيأهلك لانك تبقى فانكشن. وساعات بقول في يعني ساعات بقول بيبقى عندي كانديديت اللي هو بنسميه الجوكر، اللي هو هتحطه برودكت مانجر هيبقى ناجح جدا، هتحطه ديستريكت مانجر هيبقى ناجح جدا، هتنقله كام هيبقى هايل، هتحطه في الاكسس هيبقى هايل. ده الراجل عنده ليرنينج اجيلتي عاليه، يقدر يتحرك في كافه الاتجاهات. لكن ما بحصرش دايما الوظيفه على، او ما احصرش دايما الرول سيلز وماركتنج، وحتى وزين الاكسس بقول لهم دايما try to study marketing, try to study even more senior sales roles و people management و leadership، لان الفانكشنز انا تخيلي في السنين القادمه ان في دمج للوظائف ومسميات للوظائف هتبدا تظهر، لان requirement الاكسترنالي بتحتاج ده.
مش علشان ان احنا محتاجين نعمل زي ما بدأنا الاول بكمبليت سيباريشن سيلز وماركتنج وبتاع وفانكشنز كتير. دلوقتي بقى الرول الواحد بيبقى موجود. انت بتدخل على لينكد ان بتسمع اسماء وظائف عمرنا ما سمعنا عنها. يس. تمام. وتيجي تقرا جوب ديسكريبشن تلاقي ميرج ما بين السيلز والماركتنج والحاجات دي كلها. طيب انا اعمل ايه كميديكال راب؟ لازم تطور من نفسك، لازم تبدا تفهم يعني ايه كام وتفهمه، يعني ايه اكسس وتفهمه، يعني ايه ماركتنج وتبدا تفهمه، تستغل الكام سنه اللي انت شغال فيهم كميديكال راب انك يبقى عندك البروفايل بتاعك مختلف عن بروفايل حد تاني عمره ما اشتغل الشغلانه دي. طيب هتقول لي طب اصل انا شغال في شركه ومدير الشركه مش راضي يعمل كام، مدير الشركه مش مؤمن انه يعمل اكسس. يا اخي انسى المسميات، اتكلم على جوب ديسكريبشن. انا دايما يعني بقول يعني ابعد عن التايتلز. التايتلز مش هي اللي بتوصفك، اللي انت بتعمله على الارض والادد فاليو اللي انت بتقدمها هي اللي بتوصف طبيعه اللي انت بتعمله. فانت اوريدي لو انت ميديكال راب في مستشفى انت يو كان سي البست كام اللي انت بتشوفه من الكومبيتيتور وتراي تو دو ات از لونج از ان الشركه بتاعتك ما بتعملش كده. تراي تو دو البروجكت اللي انت بتعمله على الليفل بتاعك وتراي تو جيت ذا الاينمنت اوف ذا كروس فانكشنال تيم والاذر سيلز تيم اللي موجودين وتاخد الاندورسمنت من المديرين بتوعك. تراي. انا مش بقول انك هتنجح، انت يو مايت فايند ريزيستنس لان التيمز بتكمبيت مع بعضها، والتيمز لو الكالتشر بيسمح بالانترنال كومبيتيشن للاسف فانت هتلاقي ريزيستنس عنيفه جدا. بس ازاي تو اوفركم الريزيستنس دي وازاي تقدر تعدي ده بارت برضو ممكن يثقلك على جنب اخر ما اتكلمناش عليه اللي هو الليدرشيب. ازاي ان انت تنافيجيت ما بين different stakeholders وازاي انك تقدر تعدي وتعمل بروجكت. if you succeeded انك تعمل partnership while ان الشركه بتاعتك ما فيهاش كام اصلا، فانت خدت الخبره سواء اللي هترقيك جوه شركتك او هترقيك بره شركتك. لكن اسوأ حاجه ممكن تعملها لنفسك انك انت تظل قاعد في مكانك لسه بتقول هم دول بيعملوا انا بعمل، هم انا اعمل وهم يعملوا، لسه عايش في هذا الدور while الاكسترنال انفايرمنت بره is really speed يعني high level of speed of change is going on outside الاورجانيزيشن بتاعتك. يا دكتور علي يعني كلام حضرتك يعني هقول لحضرتك احنا الكام حلقه اللي احنا صورناهم قبل كده احنا الفكره ان احنا كنا بنشرح للناس انت ازاي تبقى eligible ان انت تترقى في الكارير ده. كل الضيوف اللي جم معانا عندهم نفس الكونسبت اللي حضرتك بتتكلم فيه. يعني لما بدأنا مع السيلز، لما اتكلمت مع معوض قال لك انت عشان تبقى شاطر في السيلز مش معناها ان انت بتجيب تارجتك بس، ده فاندامنتالز، فانت لازم تبقى شاطر في الحته دي. فاتكلمت معاه قلت له انا لما باجي ارقي حد زميل لسه مندوب وهرقيه يخش ماركتنج، انا الجمله الشهيره اللي انا بتكلم فيها ان انت لازم تبقى سلزاجي حريف عشان تبقى ماركتير شاطر لاسباب كتير. اولها ان انت هتليد السيلز تيم ده وزود اوثوريتي، بس انت لازم تبقى فاهم هم بيعملوا ايه عشان تعمل لهم الحاجه. بس لما اتكلمت مع عمر مصطفى في الماركتنج هو عنده نفس الاتيتيود، قال لي هو يبقى سيلزاجي حريف يبقى عنده كونكشنز بالماركت قويه جدا. ففكره الكونكشنز مع الكروس فانكشنز الثانيه دي شغلانه اساسيه بنتكلم فيها. الكام زي ما حضرتك بتقول دلوقتي انت مش لازم تبقى عندك ريكويرمنت شغلانه معينه، انت عندك كوميونيكيشنز مع كل الناس. يعني انت مع الاكسترنال كاستمرز او الكي هولدرز ومع الانترنال ديبارتمنتس كلها انت بتكلمهم كلها، عشان لو في انيشيتيف بيتعمل في وزاره الصحه فانت بتقنع مديرين الشركه وبتقنع السيلز تيم اللي هيساعدوك. ما انت مش هتعمل الانيشيتيف لوحدك، المستشفيات كامله. وبتقنع الماركتنج تيم ان ازاي ده لازم يبقى فيه جزء ماركتنج عشان يتعمل. ده يعني مجهود كبير جدا، لو واحد ما عندوش كوميونيكيشن سكيلز مش عارف يعمله فمش هيبقى اكسس. فده يرجعنا بقى للبودكاست. الفكره طبعا انا دلوقتي ميديكال ريب وعندنا كي اكاونت في الشركه وعندنا ماركت اكسس في الشركه، وهنتخيل ان حضرتك مدير الماركت اكسس بتاع الشركه. ف ايه اللي احنا بنفتح اسسمنت انت هتاخد يعني من الميديكال ريبس اللي مقدمين حد يبقى كي اكاونت او اكسس. انا اشوف نفسي ازاي، ايه الكواليفيكيشنز اللي فيا اللي تخليني اقول ان انا ينفع اقدم في الاسسمنت ده وابقى واقف في اسسمنت قدام دكتور علي ممكن يختارني. طيب خلينا نقسم هنا الهايرنج بروسيس بالذات في الفانكشن بتاعه الاكسس او الفانكشن بتاعه الكام بتنقسم لحاجتين، حاجه تكنيكال ودي تكتسب بالتعليم، وحاجه تانية لازم تبقى موجوده، او بعض السوفت سكيلز اللي لازم تبقى موجوده علشان نبدا نشتغل بيها. ديفينتلي انت لو قدامك بروفايل كانديديت داخل في انترفيو لماركت اكسس
فاهم ايه هو الهيلث كير ايكو سيستم، فاهم الدايناميك بتاعت الماركت على هاير ليفل او جوه الاكونت، فاهم الستيك هولدرز بيفكروا ازاي وعلاقاتهم ببعض والكلام ده كله. فكل ده بيدوله بلس فيرسس حد تاني ما يعرفش، يعني ما يعرفش الفروق ما بين القطاعات المختلفة. فانت بالظبط. مثلا لو جالك ميديكال راب شغال كي اكاونت، وميديكال راب عمره ما اشتغل كي اكاونت اصلا، تمام. ففرص اللي اشتغل قبل كده اللي اشتغل وفاهم الحته دي، ده ما بيقللش، هو فرصه ديفينتلي اعلى. بس التاني ده لو عنده القدره والاجيلتي انه فاهم، لانها برضو هي حاجات مش هي حاجات تعلم، يعني مش روكيت ساينس. مش روكيت ساينس، Yes. بس لازم انت تبقى فاهمها، ولازم تبقى فاهم الايه القصه دي كويس. اكيد بتبقى بلس كويس. لو واحد تاني مثلا تكنيكالي فاهم، لو انا هاخد سينيور رول مثلا للاكسس مثلا، واحد فاهم البرايسنج استراتيجي وفاهم البرايس ريفرنسنج، ان انا ما ينفعش اسعر هنا لانه ممكن يمباكت هنا وممكن يعمل كذا او يعمل كذا. لو واحد فاهم مانج ذا انتري اجريمنت واشتغل في اونكولوجي بورتفوليو او اشتغل في بايو سيميلرز او اشتغل في الادويه دي كلها، اكيد فاهم انا بقول ايه، وفاهم التريتمنت بروتوكولز والكومبيتيشن والاسعار والاوفرول كوست والدايركت والاندايركت وفاهم هيلث ايكونومكس. فديفينتلي شكل البروفايل في الحته دي بيختلف. فلو الشركه شركه فيها الانكولوجي وفيها بايوسيميلرز وفيها اكيد الكرايتيريا بتاعه الراجل اللي اشتغل الحته دي بتبقى بلس فيرسس الراجل التاني. طب لو شركه بتشتغل على البرايمري كير كويس، هيبقى سيمبلي لو انت فاهم القطاعات المختلفه والمستشفى والتندر واليو بي اي والحاجات دي كلها، هتبقى انت برضو ليك بلس فيرسس حد مش فاهمها قوي، تمام. بس دي مش بارير انك تاخد الرول. انا ممكن اكون واحد اوريدي فاهم بس اخدك انت لانك انت عندك ليرنينج اجيلتي وقدره على السوفت سكيلز اللي هنتكلم عليها دلوقتي اعلى من الراجل التاني. فبالتالي فتره اكتسابك للتكنيكال بارت دي فتره بسيطه. طيب، من الصفات او من الحاجات اللي انا من الكومبتنسز اللي احنا بنبص فيها للكام، اول حاجه نبقى عنده استراتيجيك ثينكينج. لو بيبص لي النهارده ان انا جاي علشان اعمل اوردر واحقق سيلز، طب ما ده اوريدي السيلز بيعملوه. لكن لو جاي بيقول لي انا عايز النهارده وذن السنتين الجايين، الثلاث سنين، السنه دي اللي احنا موجودين، نبقى بارتنر اوف تشويس مع القطاع ده او مع المستشفى دي، بحيث ان احنا نبقى ريفرنسنج ليهم في الثيرابي اريا دي عن طريق ان انا هعمل بروجكت 1 2 3 4، هننفست في 1 2 3 4 اللي ممكن ما يبانش انه ليه الدواء ده، بس انا بعمل ده علشان جاي لنا الخمس ادويه الجداد اللي هي لونش، وبالتالي يبقى انا ببيفل واي للسكسسفول تيك اوف في الاكونت ده. لو انا قال لي لا خلي بالك انا ممكن اقلل السعر بتاعي في الدواء ده علشان ادخل بالسعر اللي اعلى شويه في الدواء ده، لاني مش عارف اقلل السعر في الدواء ده، مش متوافق لي انترنالي او ريجونالي. فلاقي ان الراجل بيفكر بكونسبت بورتفوليو راذر ذان نارو مايندد في حته بسيطه. فهنا الاستراتيجي او الاستراتيجيك ثينكينج كويس از كي الجزء الثاني. الحاجة التانية ان الكام او الاكسس ما بيتعاملش زي ما انت قلت يا احمد، ما بيتعاملش مع نفسه. هو بيروح يتعامل مع بتوع الريجولاتوري، بيروح يتعامل مع بتوع السبلاي تشين، بيتعامل مع السيلز، بيتعامل مع الماركتنج، بيتعامل ده انترنالي. فانا شايفه انه حلقه ما بين الانترنال ستيك هولدر وما بين الاكسترنال ستيك هولدر. ده بيوصل لحل انه ممكن يقابل وزير او ممكن يقابل حد من الكي ستيك هولدرز الكبار في البلد. فالراجل لازم يبقى عنده اكزيكتيف كوميونيكيشن وعنده جود كوميونيكيشن سكيلز تاهله انه يقدر يتعامل مع الديفرنت ستيك هولدر انترنالي واكسترنالي، ويوصل اللي هو عايز بطريقه مهم. الحاجة الثالثة النيجوشيشن، لأنه دايما كلامه في الأسعار والريامبيرسمنت والانلستنج وإزاي يقدر ينيجوشيت في القصة دي كلها، ويقدر يستخدم الكروت المختلفة اللي في إيديه والحاجات المتاحة إن يقدر يوصل للي هو يخدم بيها البيشنت ويخدم بيها الأكاونت اللي شغال ويخدم بيها الشركة اللي هو شغال فيها، يكمبرومايز على حاجات ويوصل لسموير إن بتوين في الحتة دي. الكام كمان من الشخصيات اللي بتانفلونس الليدرشيب بتاعته. يعني انت هتجيب كام يقدر، لانه سام تايمز بيبقى مدير الشركه بيقول لك انا هعمل كذا ومحتاج ده، وهو عارف ان ده عمره ما هيتم.
ليه مش هيتم؟ لان مثلا الكومبيتيشن عامله، لان احنا محتاجين ننفست قد كذا، ومدير الشركه يقول لك مش عايز انفست، الكلام ده كله معيش فلوس. فازاي يبقى عنده ليدرشيب كابابيلتي يقدر يقول خلينا نتفق ان ده انا موافق ان نقدر نعمله كونديشند ان الكي سكسس فاكتور انك تعمل 1 2 3. لو ما عملناش ده مش هيحصل، لان فيقدر يبقى ما يبقاش يس بيرسون اوكي حاضر هنعمل وفي الاخر ما نعملش. فيبقى عنده ليدرشيب كابابيلتي موجود. ف back again strategic thinking, communication skills, negotiation skills, leadership skills is highly needed في function زي دي، ويقدر يشتغل بها. بعض السكيلز الاخرى زي انه يبقى عنده مثلا البروجكت مانجمنت، انه يبقى عارف تايم لاين، وانه لان مثلا برضو انت بتشوفها كتير اكيد في شغلك ان ايه احنا قلنا ان هندخل التندر الجاي ومش عارف ايه، والتندر اتاخر والتندر اتقدم ودخلنا ولا لا، والبروجكت ده قلنا هنعمل ونصرف وما لقيناش فلوس، ريتيرن اون انفستمنت قد كذا. فلازم الراجل يبقى عنده بروجكت مانجمنت وسكيلز يقدر يمانج البروجكت ويبلغ الستيك هولدر بالاكسلريشن اللي حصل او الديسلريشن اللي حصل وريزنز وبلان اي وبلان بي. طب هتقول لي انا ميديكال ريب هعمل كل الكلام ده ازاي؟ يعني انا ما عنديش، انا بزور الدكتور وننزل روشته وخلاص، ازاي هعمل الكلام ده؟ طب ما هو ده طبيعي، كلنا كنا ميديكال راب، بس اكيد وقعت في موقف على بساطه الموقف البسيط. يعني انا مره مثلا رأيت حد علشان كان كديستريكت مانجر وهو ميديكال راب، وانا عارف انه ما عندوش الاوثوريتي او ما عندوش الرول اللي يبقى ليدرشيب او ينفلونس بيبل من اللي حواليه. بس هو مره شرح لي انه كان في مؤتمر وحصل له ديليجيشن للمؤتمر ده، فبدا يكوميونيكيت مع زمايله علشان يعمل ريجستريشن للدكاتره والاكوموديشن والساينتفك سيشنز وبتاع، فهو كان حلقه وصل. فده بيدي لك ابعاد، وبيحكي المثال ده بيدي لك ابعاد للكوميونيكيشن سكيلز، للانفلونس، لان اكيد برضو في كومبيتيشن ما بينه وما بين الناس. ازاي قدر ينفلونس، ازاي قدر ينافيجيت لاوبستكل اللي موجود. على بساطه المثال بس بيدي لك نواه ان الراجل اللي قدامك عنده السكيلز دي اللي ممكن تبدا انت كهيد اوف اكسس او كهيد اوف كام او كبزنس يونت او واتس ايفر رول يو ار ان، تقدر تطور الكلام ده وتحرك وتطلع منه حد مختلف تماما. طب دكتور علي، يعني الكلام معاك ممتع جدا، ويعني ممكن نقعد بقى ايام ونتكلم مع حضرتك. خلينا نختم باخر سؤال او نصيحه. دلوقتي لو حضرتك كونسلتنت للشركات اللي ما عندهاش كام وما عندهاش اكسس، وهم بيطلبوا منك نصيحة، نبدأ ازاي؟ يعني نعمل الأقسام دي ازاي؟ وشركات مش هنتكلم ان هي سمول سايز كمباني، لا هي ميديوم تو لارج، البيزنس بتاعها كبير وعندهم أدوية انليستد في مستشفيات بس بيمانج باي سيلز تيم. فهاو ان احنا نعمل ترانسفورميشن ويبقى عندنا الكام والاكس؟ انا اعتقد اولا ده سؤال مهم جدا. اول حاجة ما فيش سي او او جي ام او حد بيران بزنس هيشوف opportunity او شايف ريسك ومش هيحاول ان هو يماكسمايز الاوبورتيونيتي دي او يميتيجيت الريسك اللي موجود. فهو لازم يشوف الامباكت بتاع انك انت لو عملت فايه الادد فاليو اللي هتاخده. لو عندك حد ديديكيتد، مش مهم الحد ده بني ادم ولا 10، مش مهم خالص. او لو انت ما عندكش كويس، ايه اللي ممكن يحصل؟ لازم يقرا الفيوتشر جاي ازاي. تمام. فعلى سبيل المثال انا كنت في زياره، مش فاكر محافظه ايه احمد اللي كنت موجود فيها، فكنت بتكلم مع حد مسؤول عن الصحه هناك، فبيقول لي احنا الشهر الجاي هنبدا التامين الصحي الشامل. اوكي، زي اللي حصل في بورسعيد. زي اللي حصل في بورسعيد. قال لي انا والله مش عايز اتذكر، بس مش متذكر دلوقتي المحافظه اللي انا كنت موجود فيها. فقال لي احنا من الشهر الجاي هنبدا التامين الصحي الشامل. فقلت طب انت البيزنس بتاعك دلوقتي لو موجود في المحافظه دي كتير من الستريت فارماسي العادي اللي هو الاوت اوف بوكيت ماركت، انت هتميتيجيت هتبدا تعمل ايه؟ فانت لو مش جاهز ففي عندك سيكتور من البيزنس اكيد ديفينتلي هتاثر، اما بالايجاب لو كنت جاهز او بالسلب لو ما كنتش جاهز لحاجه زي كده. فده بالنسبه لمثال بسيط للتامين الصحي بس في محافظه من المحافظات اللي موجوده. وبالتالي هنا انت المدراء بتوع الشركات سواء كان جي ام، سي او، بي يو، كوميرشال، واتس ايفر، هو مسؤول عن ايه؟ لازم يكون شايف وات اف لو انا عملت ده
بلس اور ماينس ايه اللي هيحصل القصه دي. وساعات انا ببقى يعني انا انصح الناس اللي بتبقى سكبتك قلقانه تعمل الفانكشن دي او قلقانه، يو كان بايلوت. يعني ايه بايلوت؟ يعني مش تبايلوت حتى، يو كان ستارت ويز سمول انفستمنت. يعني لو بدات تنشئ فانكشن فيها الكام كفرد او 2 FTE كويس موجودين عندك، وتحدد لهم كلير جوب ديسكريبشن بعيد عن انك يجيب لك اوردر خالص خالص. تمام. بتبدا تعمل القصه دي وبتبدا وتشوف وتبدا تقيم بعد كده، بعد سنه بعد سنه ونص، تبدا تشوف الادد فاليو اللي موجوده فيرسس ده. انا ادي لك مثال اخير. انا جيت لاحد التيمز وقلت له نشأت فانكشن جديده من تبع الاكسس برضو، وبعد كده قلت خلينا نشتغل اورجانيك. يعني ايه اورجانيك؟ يعني ازف ان الدنيا مش موجوده، يعني ازف ان مفيش الفانكشن دي موجوده. يا ترى الجروس بتاع البيزنس هيمشي عامل ازاي؟ يعني الجروس هيبقى 10%، 20%، 30% على اليونت وايز. ابعد عن الاسعار عشان الاسعار بتعلى وبتقل على حسب الزيادات السعريه اللي موجوده. فانت بتبدا تشوف على بلاتوينج او سوري، او مش بلاتوينج، بتبدا على الاورجانيك جروث، بتبدا تشوف الدنيا ماشيه عامله ازاي. بعد كده بتبدا تقول وات اف لو انت حطيت التيم، يا ترى الانكريمنتال جاي اخباره ايه؟ كويس. هل انت بتجروب 60% في اليونتس، 50%، 10%، 20%؟ فانت بتقدم انكريمنتال مقداره قد ايه ريلاتيف للبيز لاين بتاعتك. ده بالنسبه للتوتال تيرن اوفر. او انت مثلا لو كان الاوبجيكتيف بتاع الشركه انها تحسن الايمج بتاعت الشركه اكسترنالي، لان الايمج بتاثر برضو على الريتنشن بتاع التيم وعلى الاتراكشن للتالنت وعلى حاجات كتيره جدا. فانت هنا بتبقى عايز منه مثلا بارتنرشيب، وعايز منه حاجات تانية كتير بيوند النمبرز. فتقدر انت هنا تبقى مع صانع القرار انك بتبين له الادد فاليو لوجود اكسس او كام او غيرها من الفانكشن، اي فانكشن تانية تقدر تعمل. اخر حاجه هقولها لك، انا بنصح اي حد مسؤول في شركه وسكبتك about having فانكشن جديده، سواء كان اكسس واتسويفر فانكشن موجوده او ديجيتال ماركتنج او حاجه، اي حاجه هو عايز يقدر يعملها. بنصحه ان الريسك بتاع انك تبقى سكبتك ده وما تعملهاش غير الريسك بتاع انك تلوز البيزنس في الحته دي وغيرك ياخده. فجو اهد ايه واتس ذا ورست كيس سيناريو؟ ايه اللي هيحصل؟ انك هتلاقي مفيش فاليو زي ما انت كنت متخيلها. اوكي، ري الوكيت التيم مره تانية وابدا اشتغل. لذلك سام تايمز بيعملوا اللي هو الاجايل تيم. اعمل اجايل تيم يحل المشكله دي، يتصرف، واديله سبيس لايك 1 year 2 years يشتغل 1.5 year على حسب، وشوف وقيم بعد كده الدنيا هتبقى عامله ازاي. it is not a big investment to have 2 people في الاورجنايزيشن من 500 600 واحد علشان يمانج ده. بس closely follow up وشوف ايه اللي ممكن ياد فاليو. انت you might after sometimes even to increase the number، لانك شفت you might think about redeploy للتيمز اللي موجوده according to the opportunities والديناميك اللي بتحصل externally. You got my point? Yes. طيب فانا يعني خليني اكونكلود كده وحضرتك قول لي صح ولا غلط. الديستريبيوشن والكي اكاونت والماركت اكسس هم مش وظيفه واحده، هم بيقوم بيهم تيمز مختلفه. لو احنا هنحصر فكره ان احنا محتاجين اوردرات او موزعين او ننفذ الاوردر مع اليو بي اي، فده ممكن يبقى الديستريبيوشن، وده اللي يعني قائم في كل الشركات وسيتلد، مفيش شركه ما فيهاش حد مسؤول عن الديستريبيوشن. الكي اكاونت والاكسس مش مرتبطين ان احنا نجيب اوردرات، فدي فكره نمطيه جدا، محدش يدور على كي اكاونت او اكسس عشان يجيب اوردرات. الشركات اللي لسه ما عندهاش الفانكشن دي، هي الفانكشن مش بتاعه انيشيتيف وفلوس كتير بتصرف مع وزارة الصحة او مع هيئة الدواء هيستفيد بيها شركات تانية. مش لازم نكون في البداية بنعمل الانيشيتيف دي، بس لازم يكون حد عنده الفيجن كاملة لكل الايكو سيستم، هيلث كير ايكو سيستم، عشان يقدر يحطك في كل الفانكشنز او في كل السيكتورز بشكل صحيح وبشكل منظم، بدل ما يبقى سعر الدواء هنا جنيه وهنا 2 جنيه وهنا 3 جنيه وفي الاخر انت اللي هتخسر، مش هتبقى مستفيد حاجة. هل هذا كونكلوجن او تصنيف بسيط صح؟ صح كده، تمام. وحضرتك بتنصح ان كل الشركات مش لازم يكون عنده بايو سيميلرز او اونكولوجي بورتفوليو عشان يبقى عنده اكسس. ممكن الشركات العاديه اللي بتشتغل في البرايمري كير، انتي بايوتكس، انتي دايابيتك، يكون عندها ماركت اكسس، وحضرتك بتنصح ان احنا لازم نبدا بيه لو احنا متاخرين في
ان احنا يكون عندنا تيم شغال اكسس او كي اكاونت في الشركات دي. 100%. عشان دي برضو كانت معلومه بتتقال لنا ان انا ما عنديش دواء سوفيستيكيتد ومحتاجين نحطه على نفقه الدوله زي الانكولوجي او الهارت فيلر او لا، احنا شغال برايمري كير. ايفن اف لو انت شغال برايمري كير انت محتاج كي اكاونت او اكسس. واخيرا يا فندم، زمايلنا المندوبين الاصغر حضرتك نصحتهم ان هو عشان يبقى جاهز وريدي ان هو يجوين اكسس او كي اكاونت لازم يكون عنده نوليدج باغلب الفانكشنز اللي موجوده، وعنده سكيلز في الكوميونيكيشن والنيجوشيشن عشان يبقى ليه ايدج ان هو يخش اسسمنت. هو مش داخل يجيب اوردرات، هو داخل يعمل حاجه تانية على ناشونال ليفل لان هو مش مسؤول عن منطقه. صح برضو كده؟ ديفينتلي. وبالاضافه طبعا للاستراتيجيك ثينكينج والليدرشيب دول مهمين جدا، والكوميونيكيشن ديفينتلي. ميرسي يا دكتور علي، وخدنا من وقت حضرتك النهارده كتير، وانا اسيب الفلور لحضرتك لو حضرتك عايز تكونكلود وتختم او تقدم نصيحه لزمايلنا المندوبين او للشركات والهاير مانجمنت اللي بيسمعونا نختم بيها الحلقه، فايتس يورز. اولا انا بشكرك يا احمد، وحقيقي الانيشيتيف اللي انت بتعملها وبشوف سيميلار انيشيتيفز. انا اعتقد ان ده حاجه مهمه جدا، لانك انت بترانسفير النولج وبتاثر المسافات على الجيل الجاي، انه بدل ما يكتشف بنفسه ثرو تراين ايرور وسنوات طويله، فهو بيبدا يحاول يوصل للمعلومه اسرع. فده الانيشيتيف اللي انت بتعملها دي عجباني جدا جدا، واتمنى انك تكونتينيو كمان فيها، وان البودكاست بتاعك ينتشر اكتر واكتر بامر الله. لو بنصح نصيحه اخيره لزمايلي اللي في الفارماسيوتيكال اندستري ان جنرال، سواء من اول ميديكال ريب لغايه الجي ام، think externally not internally. يعني دايما بص بره الانفايرمنت عامله ازاي، وابدا جوه ابدا ادابت على ده. ايفن الحاجه الثانيه او النصيحه الثانيه ان keep on learning. يعني كمل تتعلم ريجاردلس للديماركيشن اللي احنا بنخلقه لكل وظيفه بنفسنا. كمل تتعلم، مش هتخسر حاجه ان انت تتعلم اي فانكشن في اي مجال وتبدا تتعلمه، اللي هو يسيرف طبعا الرول الاساسي اللي انت بتعمله او الوظيفه اللي انت بتعمله. طبعا مش هتروح تتعلم في وكاله الفضاء ناسا على حاجه للسيلز بتاعتك، ديفنتلي لا. لكن اللي انا بتكلم فيه انك تكيب اون ليرنينج ديفرنت فانكشن عشان يبقى البروفايل بتاعك ان جنرال مختلف، وفي نفس الوقت هيبقى عندك يمكنك انك انت لو قدام تشالنج كبير في البيزنس هتقدر انت بحجم الخبرات المتراكمه عندك تقدر تحلها، بحجم السكيلز اللي موجوده تقدر تحل التشالنجز اللي موجوده عندك. all the best يا حبيبي. ميرسي يا دكتور علي، وشرفتنا ونورتنا في الحلقه. زمايلنا اللي بيتابعونا يعني شكرا ليكم لمتابعتنا لحلقتنا، ونتمنى نكون النهارده وضحنا الفروقات بين الديستريبيوشن والكي اكاونت والاكسس. انتظرونا في حلقات تانية من كارير هاكس على بلاتفورم سيرتيفيكا، ونشوفكم على كل خير.